بعدين انت من كثر ما تقولين قضيه 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 قضيه، متى ترفعين؟ يعني دزي لي رقم قضيه، رقم شيء عشان اعرف ابدا اتحرك. مخوف الناس بالقضيه وقضيه، والناس المشكله يعني اكثر الفنانين عندنا بالخليج وافدين. يعني هي تقول قضيه وما يخافون. يا عمي خل قضيه، شو يعني قضيه؟ تقول قضيه يعني من كثر ما قالت قضيه اخاف ما تدلي المحكمه انت. اخاف عليك الدوره وتسوقين سياره وانت رايح المحكمه داش الشبره. قضيه يلا روحي رفعي قضيه ابي. تخوف اليهال عندها اللي بالانستغرام عشان لا ينشرون الفيديو. اللي ينشر الرابط سوف نطالبه بلا. يا عمي وصل 180,000 خلال 30 ساعه، طالبين منه؟ طالبين منه؟ تكسرين على العالم عشان لا ينشرون الرابط، عشان المشاهده لا تكثر وتنفضحين. زي انت انفضحت خلاص، شقيت تشق. الفيديو هذا ما ينسى طول عمرك. انا لو بدالك اغسل وجهي بزق، البد بكبت جواتي اللي هذا عشان الشراشف والمكياجات وكذا لا يشوفونك. وفي نصيحه انا دائما اعطي نصائح حق الكحاب. يدوري لي كلب بالشارع، كلاب شوارع، يكون في بواسير، لازم بواسير، وفي دنبله طلعت له بقراقره اليمين. زين؟ شربي ماي ويبي نفس البطل اللي انا دائما اسوي له دعايه، خليه يبول كلبني. واخذ البطل روح الحمام، غسل وجهك مره مرتين ثلاث بول الكلب هذا. زين اللي فيه بواسير ودنبله بقراقره. يمكن شوي ترجعين ماي وجهك يعني شوي، وايد شوي. انزين. ما ادري قلت موضوع انتربول ما انتربول. المهم ايه تقول وين ما تروح اجيبك. خفي علينا جبت وانت شوي شوي. خفي علينا رامبو. وين ما روح تجيبني. انا بعد 3 ايام بالكويت، ابو شهد الحين بالكويت قاعد يسوي معامله شهود، والشيخ الفلاني مو مقصر وراح يخلصها وقال ابشر واعتبرها خالصه. انت تدورين. لا والله العظيم الضحك. تقول حتى لو تروح بغابات تايلاند طرزان انا طرزات بغابات تايلاند. شو هالحكي؟ انا ودي اشوف يعني هال3 ايام اتمنى انك تتصلين، وبخلي الرقم التايلندي اللي مشهور بالعالم تتصلين علي، شغال حتى بالكويت. اقسم لك بالله اجيب لك شادي هذا اللي راح ازوجك اياه واصبه بحلقك عشان بلاعيمك شوي يستعدل لما تتكلمين ببرنامجك. بعدين موضوع سفرنا، احنا وايد نسافر من دوله لدوله. احنا نحب السفر، معروفين يعني كل مكان نروح. زين شو العيب يعني؟ كرفان الف اوروبا بسياره، اروح الف افريقيا بقطار، الف شرق اسيا، اروح بسياره تركيا، واروح جورجيا وارمينيا طاجكستان اوزبكستان. اللي ما يعرفون الرقم الكويتي مال السياره مدهشه عندهم بحياتهم على الحدود. ما بتكلم شنو سويت شنو هذا. زين. بعدين نطفي نفسك. لما كنت انا بمسرح دسمه بذكرك بالموضوع اول العام، حمام الحريم خربان وما في الا حمام الريايل وفي مرحاض واحد دشيته، وانا حصران في نبوله سكري ببول. انت دشيتي قبلي والسكرتي وقفني لين تطلعين، طلعتي انا دشيت بعدك، ورب الكعبه ريحه الله اكبر. لو الحماره مو مشغله سيفون مسكينه، لان سيفونها كان خربان، بس على الاقل سوي اي شيء. زقها الكبر. تقول كباب الحجه اللي ببلد القار عندنا بالكويت ولا صعيدي، شلون زقتك؟ المهم جيت انا هم حمار، جيت بالمسرح قعدت عندها. انت الحين شام ريحه زقتها، تيجي تقعد عندها. جيت قعدت عندها ويمنا بشار جاسم الصحفي والنعم فيه، نصحني البس نوع معين من الجوتي لان فيني عوار بالظهر وهذا. فقاعد يضحكون شنو قاعد اقول. المهم قعدت عندك
بنت القحبه ريحتك شنو فايعه؟ والله ريحه جسمك قصدي، مو ريحه العطر اللي حاطتها. ريحه مو ما يعني سنه 2000 قرن 19 18 ولا قرن لا لا، قبل الميلاد ملايين السنين ريحتك يعني ما ادري من نتنه، ما ادري من وين جايه. قاعد تستحمل. اوكي كل ما دني شوي وانتهى شوي، هذا الله ما يحبني بهاليوم، ما ادري احد داعي علي. ياتي ساسرتيني بذوني، ساسرتيني وجي بناتك وشنو الاعمال شنو هذا. يا عم الريحه جراثيم، قاعد انظف ميكروبات قبل الميلاد ايام الديناصورات قاعد تطلع من حجها ريحه، يعني احس هم كنت معود في السم المسرحيه، خلنا اطلع اروح السياره انظف اذوني وهذا. نظفت، جبت كلينكس هذا المعطر اللي بريحه اللي مبلل، نظفت اذوني كذي وقاعد انظف خايف، لان انا مناعتي بسيطه، فيني سكري، فيني ضغط، فيني كوليسترول، فيني انسداد شرايين 41%. واحد منهم عادي، اعطوني ادويه اطيب يعني، باخذ انسولين ابر بالبطن مال سكري. المهم نظفت الا اشوف شيء باذوني لو متسبح قبل لا اروح المسرح ومنظف اذوني، واطلع الا ديناصور صغير من جراثيم هالقحبه. هني انا نسيت الريحه، نسيت العيدان، نسيت كل، استانست. ديناصور صغير، اول واحد بالعالم عندنا ديناصور صغير. طرت البيت وللحين موجود عندي، ربيته. اوكي بعدين فيديوك يعني تدرين لو تحطين هاشتاج وتكتبين مي العيدان اكيد مسويها، او الناس خلي يسوون. شوفوا الكومنتات القويه اللي صدق فرحتنا، يعني فرحتنا ضحكنا، يعني شلون يطنزون عليك وعلى كلامي وعلى البطل وعلى الدوده وكالسمك وانا ليش ارد على السد؟ زين المهم حتى روسي دق علي من روسيا، قال لي هلا والله. قلت ها، طلع الروسي يتكلم عربي. قلت له شلون تعرف عربي؟ كان يقول انا كنت سايق بالكويت 10 سنين قبل. قال ايش رايك متاجر بالبطوله الفاضيه، دز لي انت وانا اثلجهم بروسيا، لان روسيا عندنا ثلج. قلت الحين انا مشغول لان عندي صفقه مع شركه قاعد اسوي فازلين خاص، كاتب عليه فازلين الشيخ خزعل خاص لمي العيدان. يمكن في وايد رفيجاتك وصديقاتك يحتاجون، موزعين نكسب اذا كل فازلين على 4 دنانير والماي بدينار 200، هذا 5 دنانير 200، واحنا طالع علينا دينار ونص، يعني في مكسب. المهم زين، اني حق بطاقتك المدنيه، زين مو مفروض انه يكتبون لك مهنه، يكتبون لك الجنس، يكتبون لك العنوان.